اول لما بلاقيه لازم اشتريه من غير قلي ولا شوي ولا تحمير. هنعمل صينية سردين في الفرن بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد معانا وقت خالص. طعمه خطير، مليان بالاوميجا 3 والبروتين، مفيد جدا ومغذي. ولا شوية الخضار بقى اللي معاه في الصينية. هنعمل احلى صينية سردين بطريقة احترافية ومن غير اي افتكاسات ولا مكونات خزعبلية. يلا نبدأ، بس ما تنسوش تحطوا لايك وتعالوا نصلي على النبي في الكومنتات نكسب أجر أنا وإنتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يلا نبدأ بسم الله. أول حاجة معايا السردين البلدي. سمكة السردين البلدي سمكة حساسة جدا، سهلة التنظيف. بشطف السمك بتاعي تحت المية وبعد كده بفتح بالراحة كده من البطن وبطلع اللي جوه، وممكن أقص الديل وكمان أشيل الراس. بعد كده بديها شطفة تانية وبحطها في المصفى لحد ما يتصفى كويس جدا. زي ما انتوا شايفين هي قد ايه طازة. الراس بتاعتها حمرة جدا وعينيها بتلمع. فالسمك اللي احنا جايبينه تبارك الله طازة جدا. كده السمك معايا جاهز بعد ما نضفته وشلت اللي جوه البطن، وبسحب كده وبشيل برضو اللي جوه الراس، بس انا بخلي الراس علشان خاطر يدي شكل كده حلو للسمكة. طبعا انت لو حابة تشيليها شيليها. الخضار اللي معايا عبارة عن طماطم وبصل وجزر وفلفل رومي بارد وكمان ليمون وكزبرة خضراء او بقدونس زي ما تحب. التتبيلة اللي هنشتغل بيها عبارة عن ملح ومعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، رشة بسيطة جدا من الكركم عشان بس تديله لون حلو كده وممكن تستغني عنها. وكمان معايا معلقتين كبار من الزيت وليمون ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. وكمان لو حابة يبقى سبايسي شوية ممكن تضيفي رشة كده بسيطة من الشطة. بعد كده بقلب التتبيله بتاعتنا كويس جدا جدا، ومش عايزه اقول لكم بقى وانا بقلبها ريحتها في منتهى الجمال. هي دي اللي هتخلي السمك معايا طعم ولون وريحه خطيره. بعد ما قلبنا التتبيله كده والمكونات كلها امتزجت مع بعض، هبدا انزل بالخضار بتاعي. الطماطم قطعتها مكعبات صغيرة، والبصل قطعته طرنشات، وكمان معايا فلفل رومي بارد قطعته طرنشات. يا سلام بقى لو حباية كده من الفلفل الحار، بيدي طعم في منتهى الجمال. بس للأسف مش هعرف احطه عشان الولاد. وكمان ما كانش عندي كزبرة خضراء فاستخدمت البقدونس. مفيش مشكلة، نزلت بجزراية مبشورة. وهنقلب بقى الخضار مع التتبيلة اللي احنا عاملينها. طب احنا ليه ما حطيناش السمك في التتبيلة قبل ما نضيف الخضار؟ علشان خاطر ما نضيعش طعم السمكية. لحم السمكية بيكون مسكر كده، ولو تبلناه تتبيل زيادة عن اللزوم مش هنحس بالطعم بتاعها خالص. فهي احلى حاجة فيها ان احنا مش هنتبلها كتير. احنا حطينا الثوم مع التوابل مع الخضار علشان خاطر واحنا بناكل نحس كده بطعم لحم السمكية، بيبقى مسكر وزي العسل. هاخد شوية كده من الخضار وهعمله فرشة في الصينية علشان خاطر لما نيجي نرص السردين ما يلزقش في الصينية بتاعتنا. وكمان همسك بقى كل سمكية كده زي ما انتوا شايفين واحشيها من البطن بتاعتها، وهرص كده السردين بتاعي بطريقة حلوة كده تفتح النفس في الصينية. وبعد كده هدخله الفرن. الموضوع ما خدش معانا وقت خالص. ولو حابة تضيفي معلقة صلصة مع الخضار ضيفي، بتدي لون وشكل جمالي كده للسمكة لما بتستوي. بس انا اكتفيت بالطماطم اللي احنا حاطينها، هي هتدي معايا برضو شكل حلو جدا. خدوا بالكم احنا ما حطيناش خل، احنا حطينا ليمون. الخل مع السمك السردين هيهريه، وانا زي ما قلت لكم هي سمكة حساسة واللحم بتاعها مش مستحمل، فمش هيستحمل الخل. حطينا ليمونة واحدة بس علشان خاطر يطعم معانا الخضار بتاعنا. كمية الخضار تقدري تتحكمي فيها اذا كنت تزوديها او تنقصيها. انا هنا علشان احنا بنحب ناكله بالعيش مش بالرز، فبزود كمية الخضار بتاعتي. علشان كده واحنا بنغمز مع السمكة نغمز من الخضار القمر اللي انتوا شايفينه ده. وكمان بقى هحط شرايح ليمون من فوق الصينية كده
عايزة اقول لكم شرايح الليمون دي مع تسوية السمك بتدي ريحة خطيرة، وبتدي كمان طعم حلو جدا. وهندخلها الفرن. تعالوا بقى نتكلم شوية على التسوية. اول حاجة بتشغلي الفرن، مش لازم تسخنيه خالص، يعني قبلها ب5 دقايق مجرد ان انا بدأت اتبل السمك زي ما انتوا شايفين كده شغلت الفرن. انا مش عايزاه فرن حامي علشان السمك ياخد راحته في التسوية ووقته الكافي في التسوية. حطيته على الشبكة على درجة حرارة 200، بياخد وقت في التسوية من 30 ل 35 دقيقة. بعد كده بحطه تحت الشواية علشان ياخد معايا لون حلو جدا. في المرحلة دي بقى اللهم بارك، مش عايزة اقول لكم الريحة كانت بجد قلب العمارة، خطيرة خطيرة. اول ما تلاقي سمك السردين ما تتردديش وهاتيه على طول، خصوصا السردين البلدي، سهل جدا، مفيد جدا، ما بياخدش وقت خالص في التحضير. طبعا تقدري بقى تعملي شوية رز ابيض جنب الصينية الحلوة دي، وكمان تقدري تحطي شرايح كده من البطاطس تحت الخضار، وبعد كده نحط السمك قبل ما يستوي، بس تكون شرايح من البطاطس رقيقة علشان خاطر تستوي معايا بسهولة وما تاخدش معايا سوا كتير. بيبقى طعمها حلو جدا وخطير جدا مع صينية السمك دي. جربوا بقى الطريقة دي، متأكدة انها تعجبكم جدا، سهلة وسريعة والطعم في منتهى الجمال. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى حطوا لايك واستنوني في وصفات حلوة كتير. وشكرا من كل قلبي لكل ام ولكل اخت بتتابعني وبتحط لي كومنت حلو بتشجعني بيه. ربي يسعد قلوبكم وايامكم زي ما بتسعدوا قلبي بكومنتاتكم الحلوة. بحبكم جدا في الله، وربنا يديمكم نعمة في حياتي. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.